ألذ وأهش وأسرع كيك برتقال من غير برتقال هتعملوه في ثواني. معايا 2 بيضة، كوباية من السكر، معلقة كبيرة من الخل، وهضربهم في الخلاط أو في الهاند بلندر أو بمضرب اليدوي، بس أخليه الخليط ناعم. وهضيف معاهم كوباية إلا ربع من المية متدوب فيها معلقة كبيرة بودر طعم برتقال أي نوع تحبوه، وهرجع أخلط تاني. أهم حاجة نضرب كويس جدا. هضيف نص كوباية من الزيت، وكمان هضرب تاني. هنضرب ضرب كويس قوي لحد ما الخليط يبقى ناعم. هنزل الخليط في بولة كده وابتدي بقى احط المكونات الجافة بتاعتي. معايا كوبايتين من الدقيق المنخول، اهم حاجة يبقى منخول عشان ميبقاش فيه تكتلات ويبقى الكيك هش. هنخله كده كويس. هضيف عليه بقى ذرة ملح، نص معلقة بيكنج صودا، باكو من كيك شيف، كيس فانيليا برتقان، ده بقى اللي هيودي الكيكة بتاعتي في ناحية تانية خالص، طعم ولون وريحة كأنك عاملاها بالبرتقان وأقوى وأحلى. كيس فانيليا بطعم البرتقان. وهقلب بقى الخليط بتاعنا كويس جدا لحد ما يبقى ناعم ومتجانس. هبتدي اجيب صينية مدهونة ومتبطنة بورق الزبدة واضيف فيها الخليط بتاعي، وهتدخل الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. وبعد ما تطلع من الفرن اسيبها تهدى واسلكها كده، مفتحش عليها الفرن قبل 25 دقيقة. هبتدي بقى اقطعها. شايفين الطراوة والهشاشة واللون، الريحة بتاعتها كانت حرفيا قلب الدنيا. هتندموا قوي لو مجربتوش الطريقة دي. احلى كيك برتقال هتاكلوه وعلى ضمانتي مش هتبطلوا تعملوه خالص. بصوا الجمال واللذاذة والطعامة واللون والريحة، جربوها وقولوا لي رأيكم.